موجودين اليوم في مدينة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. المدينة هذه سكانها 100% أمازيغ، معروفين بالكرم والجود متاعهم. ونزيدكم من شعر بيت، المدينة هذه عاش واستقر فيها العلامة والفيلسوف التونسي عبد الرحمن ابن خلدون. إذا كان عرفتوها خلوها لي في التعليقات. سلام. بعد الإفطار خويا جابوني الشباب عبد وإبراهيم للقهوة الجميلة هذه. قهوة شو اسمها؟ مالاكوف. مالاكوف. شوف ما شاء الله. العنقة. العنقة. هذه هو هذا الحاج العنقة. مولا هذا اللي فوق اللي بالكابوس ها؟ هذاك هو السيد هذا ما شاء الله. هو كان فنان تاع الشعبي معروف. وجهه كبير كيما الشيخ العفريت عندك. ايوه هذا هنا في الجزائر العاصمة. الشيخ العفريت اسمه في بالي فما تفاصيل ما يعرفوش الشيخ العفريت يعني. ما شاء الله عليك. شويه اللي قلت لي عليه الرياح انت. هذا هو هنا في الجزائر العاصمة. هذا هو شيخ المدينة يقول. اي لا واضح اسمه حتى القهوه الطراز نتاعها كالزليز. شوف التفاصيل ما غير ما نوريكم الكواتروات والدنيا سمحه. شوف هنا الزليز القديم. انا على فكره نحب القهوه الشعبيه خير من الدنيا المودرن. وهذا الرسم اللي وريته لك بدركم امي. احنا قاعده لبرا الدنيا سمحه. هذا الرسم اللي وريته لك. ايوه هذه الوالده تخدم فيها هذا بالالوان. هذه مش خدمه الوالده. اي نفسها. اي هو هاو القديم تاعها هو هنا. ما شاء الله فيه برشا ديكوراسيون. ومن عندك زاد هذه البلاصه اللي يرموا فيها. البلاصه اللي يرموا فيها ونطلعوا فيها الحفلات الشعبي في ليله رمضان. غناء الشعب. حلوه والله حلوه البلاصه. ناوي يعودوا في الترميم. نزل العاصمه كل ورشه بناء للترميم. يعاودوا يرموا فيها كل من احنا تو في قلب العاصمه الجزائر. في قلب العاصمه. مش بعيد على الاوتيل نتاعي. مش بعيد. سكنت انا ساحه الشهداء. ايه سكنت في قريب من ساحه الشهداء. سكوار قلت انت. سكوار. هاي واحد يجي هنا يجي لقهوه مالاكوف. نعملوا قهوه في قهوه مالاكوف. صديقي ابراهيم تو ركبنا في التاكسي وخارجين ماشيين. كرهبتك تاكسي؟ ايه يخدم تاكسي. ايش قلت لي تو ايش قلت لي؟ قلت لك انا المراه مرضتني نهار كل تقول لي مرضتنا نهار كل تتبع فيه. ايه تبع فيه. لا قال لي اسمع، قال لي مانيش مصدق انت قاعد معايا. لا مش مصدق. يضرك مش مصدق. والله ماني مصدق. شفت الدنيا كي صغيره. قاعد معايا سبحان الله. شفت الدنيا صغيره. الدنيا صغيره والعشوه اللي نتفرج فيه. وكلمني خويا قال لي روح هنا ما امنتوش. سحبه فادلك عليك خوك. درت يكذب. درت يكذب. والله مانيش مصدق. والله ماني مصدق. الدنيا صغيره الله يجزاها هيك هو. لا تو لنا اخويا اصحاب وما عادش. خلاص. ربي يستر. امين. هيا اخويا رحلتنا اليوم من الجزائر العاصمه الى بجايه. وين؟ البلاصه هذه اسمها الخروبه، محطه نتاع السيارات تهز لبجايه، تهز العلمه، تهز سكيكدا، البلايص كل الولايات كل نتاع الجزائر. هنا تو في الخروبه ونلوجوا على سياره توصلنا لبجايه. هيا بسم الله. الطقس اليوم ما بين البريار يقعد الجو صافي ولا البريار. الضباب ما يبان شيء حتى الشوفير ما يبان شيء. الارض تبخر. انت تشوف تو ولا؟ انت تشوف الطريق ولا؟ نشوف. اهم شيء انت تشوف. نشوف. ولا انا ما نشوف شيء. هكذا نشوف. احنا نشوف. ما شاء الله. تو احنا ماشيين من الجزائر العاصمه الى بجايه. في الجزائر ما يصبوش مازوت خويا، يصبوا الغاز. فرش هذا الغاز. يقول لك ممنوع استعمال الهاتف، التدخين، هذه كلها ممنوعه لان محطه بتاع غاز. الغاز يا اخي ما تدريش عليه وقتاش يقول بوم. اما كيما قلت لكم السعر ب 12 دينار، يعني اقل حتى من نص دولار. رخيصه. البلان قداش جاي البلان؟ 70,000. 70,000. انت صبيت 70 تو ولا اقل؟ لا انا كنت فيها. فيها كان فيها وصبيت لها اكثر. واضح. يا مرحبا بكم في بجايه. تو وصلت بجايه، نستنى صديقي باش يهزني الاوتيل. ان شاء الله عليكم. هاي احلى ناس. اركب من قدام بالله. صاني عليك بلال. بسم الله. هاي يا سيدي مرحبا بكم. معايا صديقي سامي. وعرفناش الاخ والاخ رضا وسامي. يلا بينا مرحبا بنا في بجايه. بجايه تور في الليل ولا على كيفك؟ ما شاء الله. شوف الاطلاله. تفرج على الاطلاله ما شاء الله تبارك. لكن تو في الليل ما يبانش بالباهي البحر وشيء. الاطلاله غدوه ان شاء الله نرجعوا لها. هاي وصلنا خويا الاوتيل. بسم الله. هاي سيدي نسحر ونرقد. عندنا بلكونه واطلاله. غدوه نوريكم اطلاله. هاي تصبحوا على خير، نلتقي غدا. هل تعلم أن في الجزائر كان فما وزير أول وحاجب تونسي اسمه
عبد الرحمن ابن خلدون، العلامة التونسي الشهير عبد الرحمن ابن خلدون، فيلسوف معروف في العالم كامل. شكون ما يعرفش عبد الرحمن ابن خلدون؟ معروف في علم الاجتماع، في السياسة، في الدين، في كل شيء تلقاه ما شاء الله عليه. عاش طبعا في شمال افريقيا، مولود في تونس، لكن تنقل ما بين مصر الجزائر والمغرب الى ان يحط به الرحال في بجاية، وكان حاجب وزير اول في مدينة بجاية. مدينة بجاية هذه الجميلة المطلة على البحر الابيض المتوسط. مدينة بجاية طبعا متأسسة سنة 26-27 قبل الميلاد على يد الرومان، كان موقعها استراتيجي في البحر الابيض المتوسط. راكم تشوفوا ابن خلدون عند هذا التمثال الجميل امام القلعة الجميلة متاع بجاية. شوف خويا الإطلالة الجميلة على البحر الأبيض المتوسط. طبعا حاليا بجاية هي 100% سكانها من الأمازيغ. تفرج، شوف ما شاء الله الإطلالة الجميلة على البحر الأبيض المتوسط في مدينة بجاية. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو اللطيف الظريف هذا في بجاية. ويلا ثاني ميرت. هل تعلم أن رئيس البرتغال سكن في الفندق الجميل هذا 10 سنوات؟ الرئيس اسمه مانويل تيكسيرا غوميز، رئيس البرتغال اللي سكن من 31 إلى 41 10 سنوات. هو وقتها فاق انه باش يعملوا عليه انقلاب باش ينحوا له السلطة، ايش عمل؟ سلم السلطة بكل روح رياضية وجي سكن في الأوتيل هذا اسمه اوتيل دو ليتوال، فندق النجمة. ما شاء الله، قلت ضروري نجيه لاني سمعت به. الفندق جميل جدا جدا. شوف المدخل اول ما تدخل تلقى الدنيا السمحه هذه، يا سلام، كانك في ليبوك باروك. ان شاء الله نسالوهم نقول لهم نحب نصوروا الغرفه نتاع الرئيس اللي سكن فيها 10 سنين. تصور انت رئيس جي سكن في فندق في بجايه، هو الاطلاله نتاع الفندق جميله. نسالوهم ان شاء الله يخلونا نصوروا. بسم الله ما شاء الله. اوه البيانو، عندك البيانو زاد. هذه الاستقبال هنا، الريسبشن، تحس روحك في قصر مش في اوتيل. شوف ما شاء الله، هذه المنقلة الجميلة. هنوريكم الإطلالة زادة على البحر الأبيض المتوسط. تفرج ما شاء الله. هاي بسم الله. سألناهم في الريسبشن قلنا نحب نصوروا الغرفة، قالت لي اوكي ما عندك حتى مشكلة. بسم الله، يا سلام. هذه هي الغرفة اللي سكن فيها الرئيس البرتغالي لمدة 10 سنوات. غرفة جميلة. عنده هنا، هذا أكيد راح استعملها في الكتابات متاعها، الكتب. رئيس عاد مثقف. زعما هذه الشنطة متاعها، خلوا له الشنطة. هذه الله أعلم عبية بالفلوس كانت ولا. هذا من غير ما نحكوا على الاستعمالات متاعها. ما شاء الله. شوف الدنيا. والإطلالة طبعا نوريكم الإطلالة الجميلة. عنده شرفة، هو مطلع على البحر الأبيض المتوسط. ركز خويا حتى في التفاصيل الجميلة. شوف الزليج كيفاش ما شاء الله، ما عملوهاش عملية ترميم وخلوها كما هي. والأجمل أنهم الغرفة هذه تو حاليا ما عادش متاحة للزيار، يعني ما تزورها لكن ما تنجمش تسكن فيها. كانوا ينجموا خلوها مثلا أي واحد عنده الفلوس يجي يسكن فيها الغرفة هذه في نفس المكان اللي سكن فيه الرئيس، لكن لا، خلوها للسياح يعني فيزيتيها فقط لا غير، يعني باش تعرف ما يحبوش يربحوا منها فلوس. ما شاء الله. تاريخ. عمرك شفت واحد يتسلق في جبل في رمضان وهو صايم؟ أحمد الحاج. أنتم يا سادة في مدينة بجاية الجميلة المطلة على البحر، وطالعين بيكم في المحمية، محمية قراية. هذه فيها حصن تم تشييده من قبل الفرنسيين سنة 1833. ها في القمة، لكن رمضان وعطش وربي يستر. احنا موجودين على ارتفاع 666 اعتقد متر على مستوى سطح البحر. المحمية هذه طبعا فيها حيوانات كما الخنزير، فيها حتى القرودة، نحاولوا نصوروهم، ولكن قبل كل شيء ربي يعاوننا على الطلوع. معايا الشباب ها ما شاء الله عليهم، والله فكرتهم هم طلوع، يعني ما كنتش باش نطلع لكن اصروا، قالوا لي عادي رمضان وما زالوا ثلاثة سوايع على الافطار. هيك هو نهبطوا ونفطروا. الفطور المرة هذه 100، نشرب غير 100. يلا الله المستعان. بسم الله ما شاء الله. وانت طالع يعرضك ملعب كرة القدم في قلب الغابة، في قلب المحمية. وطبعا قلت لكم هذه هذا أكبر جولف خليج في شمال أفريقيا في مدينة بجاية. غادي عندكم جيجل، مدينة جيجل في آخر الجبال هيك غادي، ما هيش واضحة برشا. يلا نواصل الطريق. شوف الطيارات كي تجي تهبط في مطار بجاية على طول هنا المكان هذا، هاي البيست متاع المطار. شوف
قاعدين نشوف فيها البيست اكيد. هنا تهبط الطيارة، والله مكان جميل، البيلوت يتمتع كي يجي هابط. واخيرا قربنا وصلنا للقمة، الفور ها الحصن هيك بجاي ما غادي. وشوفوا خيال خيال هذا المنظر، خيال خيال. شوف قاعدين نشوف في حاجة ممكن أقل جمال من اللي نشوف فيها هنا. أنا تو منبهر بكيفية غريبة، لأن الفيديو ما يعطيكش يوثقلكش بالضبط كما تشوف العين المجرد. صراحة ما شاء الله إبداع الخالق. أنا ماذا بيا عارف نعمل، يفرشوا لي جراية هنا نقيل ويفيقوني في صلاة المغرب، يجيبوا لي حوايج ناكلها عاد ما يسالش. يلا نوصل بكم القمة، هاي وصلناها، نوريكم الحصن. بسم الله. ها فرح بين القرد، ها استقبلنا شفتوها يستنى فينا في القمة. والله مالا قرد. ها وينك؟ فاتر قرد فاتر يا ترشيك. هاي بسم الله، هذه الإطلالة. مرحبا بكم في الحصن، ما شاء الله. هذه القاعة. اوه قرد خلعني ولا خلعني. وين؟ هو يا قردون سعدون سلا ليه. هنا عندك الحروف نتاع اللغة الأمازيغية. أنا اسمي يبدأ بالآ، الآ وبعد الحاء اللي هو ها حاء أحما ما، والدا وينها الدال لقيتها الفي. هاي بالله يسمعوا اللي يعرف اسمي يكتبه بالامازيغيه يكتبوا لي في التعليقات، يكتبوا احمد. ما شاء الله. ومنا عندك نوع حصن، هو الحصن ديما يحطوا اماكن للجنود لاش صغيره باش داب ما يخرج السهم. شوف حتى الصوت تغير كي دخلت هنا، داب ما يخرج السهم والعدو ما يشوفاش، يخرج السهم ديريكت يضرب العدو. ما شاء الله حصن. والقرد ها عامل جوها بحذانا. ثم شوي سياح موجودين محليين معظمهم. هيا بسم الله نطلع بكم وين للسطح. هذه أعلى قمة على مدينة بجاية، إطلالة خرافية ما شاء الله. تفرج مش عارف تبان لكم ولا خاطر الشمس اليوم. هنا عندك الجولف نتاع بجاية، وغادي عندك المدينة كاملة بكل تفاصيلها. تفرج ما شاء الله تبارك الله. هنا صورة خرافية، حب يجي يتصور صورة خرافية. ومن الجانب الثاني الجهة الثانية إطلالة على البحر الأبيض المتوسط كيف. وهذه كلها الساحل بتاع دولة الجزائر. فهمتوا تو علاش فرنسا أصرت أنها تستعمر الجزائر وما حبش تخرج منها. خرجت من تونس وبقت في الجزائر، لأن الجزائر ما شاء الله كبيرة وفيها موقع، فيها الغاز قبل كل شيء، موقع استراتيجي زاد في قلب البحر الأبيض المتوسط، هي وتونس كذلك. وزاد فيها برشا طبيعة، جبال، هضاب، كل شيء. ما شاء الله والله ما شاء الله على المنظر. شوف هذا الجراد. ايه هذه على الأغلب غرفة العساس. دخلت لقيت صليت على الروح ما سألتهاش ولا. شوف التفاصيل، هذا الجلد تاع الخروف استعملوه للفراش، وهذا متسمي على الأمازيغ بربر، الكليم ولا البلوم ولا عندك هذه زادة مشهورة ياسر قبل نعرفها، استعملوها يا إما صلاية يصلوا عليها يا إما حصير تتفرش. الصناعة اليدوية كل شيء يدوي ما شاء الله. شوف القرد زعما وش قاعد يعمل، ماذا يفعل هذا القرد. هذا القرد قاعد يفلي، قرد يفلي في قرد، ينحيله في الناموس ولا ينحيله في القمل ولا الله اعلم عليها. الله عامل جو. اما السؤال اللي يطرح نفسه، القردة هذا فايش ياكلوا الموجودين هنا؟ اسكي يوكلوا فيهم الدولة تطعم فيهم، والا هم في المحمية وحدهم هكاك عايشين بريين، لكن حسهم ما يخافوش من التوريست وما يتكوهمش، على الاغلب ممكن يوكلوا فيهم. الكوت من حبك هل اي هذيك هي المكره تاعو. يعني القردة ياكلوا في الطبيعة هنا في المحمية، ما تعطوهم ولا شيء انتم؟ الماء تشربوهم ولا؟ لا يشربوا، كان الماء كان في موجود في المحمية هذه ما شاء الله. الماء ولا الماكلة، justement les vétérinaires ils ont conseillé de ne pas donner
الملح ايه ولا السكر للقرد. الحيوانات ايه الحيوانات على يمرضوا. باش يمرضوش ايه. يمرضوا. والله جميل، والله الناس خيالكم انتم تاكلوا فيهم انا. والله ديجا ما شاء الله. ديجا الدولة عم ديروا دي بانو ممنوع كيلو. فهمتك ايه، ممنوع حتى على السياح باش ياكلوا. كل حيوان خلق له رب العالمين رزقه وقسمه. هو واش ياكل. ها الشجر هادو اي من هذا اللي ياكل هو. فصل الاشجار ايه. كاين حبة تاع الزيتون الصغير. اي وياكل البلوط. البلوط ايه طبعا ايه. والله يعطيه الصحة.